السلام عليكم. اللاعب السنغالي أليو بادجي يفاجئ النادي الأهلي والمدرب كولر بهذا الطلب قبل كأس العالم للأندية، ويعلن سر مكالمته مع سيد عبد الحفيظ. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صرح اللاعب السنغالي أليو بادجي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة السنغالية منذ قليل وقال: لقد تم فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي الفرنسي وأصبحت متاحا الآن للنادي الأهلي. فقد تحدثت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يسمح لي أن أتمرن مع النادي الأهلي من أجل أن يشاهدني المدرب كولر مدرب النادي الأهلي ويشاهد إمكانياتي عن قرب، فأنا أحلم بالمشاركة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أنا عاشق لهذا الكيان الكبير وأتمنى الانضمام من جديد لهذا النادي الكبير عملاق افريقيا ونادي القرن الافريقي. ولقد وعدني سيد عبد الحفيظ بانه سيناقش هذا الملف مع اداره الكره بالنادي الاهلي ومع المدرب مارسيل كولر. وقال بادجي ايضا ان النادي الاهلي لا يقل عن الانديه الاوروبيه، فانا لعبت في اوروبا ولعبت ايضا في الاهلي، فليس هناك اي اختلاف بين الاهلي والانديه الاوروبيه الكبيره. فالنادي الاهلي نادي مؤسسي ودائم التتويجات بدوري أبطال أفريقيا والذهاب لكأس العالم للأندية، وأتمنى فوز الأهلي بكأس العالم للأندية. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل أنت مع أو ضد انضمام اللاعب السنغالي أليو بادجي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.